حبايب قلب عاملين يا رب كلكم تكونوا بألف خير. اللوك النهارده برعاية ندى سالم يا جماعة. جربنا من عندها واكس الحواجب، جربنا اللوز جليتر، اللوز هايلايتر مش لوز جليتر. انا كده كده عندي من اللوز جليتر بتاعها خطير. واستخدمناه النهارده. جربنا اللوز هايلايتر والواكس بتاع الحواجب وكمان الليب جلوس بتاع ندى سالم. فتعالوا بقى نستخدمهم مع بعض واعمل لكم ريفيو عنهم. فلو حابين تشوفوا اللوك القمر بقى ده، انا عاجبني قوي، فاكتبوا لي في الكومنتات ان هو عاجبكم. خلاص حتى لو مش عاجبكم اكتبوا لي ان هو عاجبكم بس كده. فيلا بقى بينا نبدا الفيديو. بس اهم حاجه ما تنسوش تظبطوني بلايك، تشتركوا كمان في القناه لو لسه ما اشتركتوش. ويلا بينا نبدا الفيديو. نبدا باول حاجه وهو الواكس بتاع الحواجب ده من ندى سالم اللي هو بتاع جلو سان. بصوا ده الحجم الصغير منه، وده كده شكله. بصوا هو بيبقى جاي بعتلك معاه السبولي دي. فتعالوا بقى بينا نجربه. بيبقى مقفول من هنا بيبقى مقفول بالبتاعة دي كده من فوق اهو. خلاص. غالبا ده 10 جرام، والحجم الكبير بتاعه هي بتبيع حجمين، حجم صغير وحجم كبير. غالبا الحجم الكبير 30 جرام تقريبا يعني. بصوا هي الفرشة اصلا صغيرة، يعني الحجم الصغنن. بصوا لدرجة ايه الفرشة الصغيرة مش بتخش هنا. خلاص بصوا. فهناخد بقى بظهر الفرشة كده ونبتدي نملى بيها الحاجب عندنا، تبقى شبه حواجب السحلية انا ما اعرفش السحلية عندها حواجب ولا لا، بس احنا ما بنعكش حواجبنا كده بشكلها وحش قوي. المهم يعني في الوقت ده بقى انت بتسرحي الحاجب على الشكل اللي انت عايزاه. تمام. انا هغير السبولي وهاخد الفرشة دي. الفرشة دي انا كنت جايباها من على شي ان. الفرشة شديدة شوية او خشنة شوية، التانية ناعمة قوي عمالة تميل معايا جامد. وهبتدي بقى ايه اظبط شكل الحاجب. هسيب بس حواجبي بتاع دقيقه او دقيقتين لغايه اما الجل ينشف خالص من عليها، وبعد كده هنبتدي نرسمها. كان في بنوته بقى سالتني عن اللي انا بحطه على شفايفي. ده روج عادي انا بحطه قبل ما ابتدي الفيديو. بستخدم الروج ده كده بتاع مايت سينما، درجته 206، وده كده شكلها تمام. وساعات بستخدم اللي هو بتاع ام ان برضو تقريبا يعتبر نفس الدرجه، اللي هو الماتيك بتاع ام ان ده كده شكله، وتقريبا برضو نفس الدرجه. يا بحط ده يا ده قبل ما اصور، عشان بس ايه بيبقى شكلي اقرع زياده عن اللزوم. وبعد كده بليت قطنة ودان، وهبتدي بقى انضف حوالين الحاجب عشان لما نحط بقى الفاونديشن والحاجات دي بيعمل زي قشرة كده. لو ما نضفناش بتلاقوا حوالين الحاجب فيه قشرة جامدة، او الفاونديشن نفسه مكلكع وكده بيبقى شكله وحش قوي. وبعد كده هستخدم جل الحواجب ده من كيكو، ده رقمه 5. وهرسم حواجبي بالطريقه العاديه خالص. تقدري تستخدمي برضو في الخطوه دي اللي هو القلم بتاع الحواجب على طول، بس انا بحب برضو استخدم الجل. فهاخد كده شويه من الجل وعلى خفيف هبتدي بس املى الفراغات الموجوده عندي. هستخدم البرايمر ده من شي جلام اللي هو لونه اخضر، وبرضه هستخدمه كمرطب لان هو يعتبر برايمر مرطب بس. ريحته خيار، جل صبار، حاجة كده. هستخدم الفاونديشن ده من اوفيس، درجته 103. الكونتور الكريمي هستخدم الكونتور ده من الف، وهعمل ميكس كده للدرجتين دول. وهوزع الاول الكونتور وبعد كده بقى نحط البلاشر الكريمي. بلاشر هستخدم البلاشر ده من ساندرا، درجته 4. البلاشر السبونشة بتاعته دخلت جوه. ده عجيبة، دي عجيبة جدا. اعمل ايه؟ لا خلاص هي كده شكلها عليه العوض بقى ومنه العوض. طب خلينا نطلعها كده بالبتاع. اهي ما انت طلعتي اهو. في ايه بقى؟ هي خلاص كده يعني باظت. حد حصل له اللي حصل لي ده.
مش عارف. استنوا طيب، هروح اعمل عملية جراحية واجي. بصوا احنا هنحط بقى، انا لصمتها كده فمعرفش بقى ايه كلام، لا بس هي هتطلع تاني غالبا يعني. ناخد حبة كده، هبتدي برضو ادمج البلاشر. الكونسيلر ده من شي جلام، الدرجة دي كان اسمها فيلز، بس اعتقد ده ما بقاش موجود اعتقد يعني. فهاخد حبة كده على الفرشة، وبالسبونج وندمج. بعد كده الوش كله باللوز باودر دي من NYX او من نيكس، دي درجتها 2، اسمها لايت ميديوم. دلوقتي هنستخدم الكونتور الباودر من LA Girl، دي الدرجة اللي هي ميديوم. والبلاشر هستخدم البلاشر ده من سيبال درجة 11، اللي هي الدرجة اللي نازلة بقى ايه ترند اوي الفترة دي. هنبتدي بقى في العيون، وهستخدم معاكم الطقم اللي هو طقم الفرش بتاع شي ان اللي انا كنت جايباه في اخر فيديو مشتريات من شي ان، انا نسيت اصلا استخدمه. بصوا هو كان 12 فرشة، فخلينا بقى نشوف هنستخدم منهم ايه. عايزة كده فرشة تكون دمج كده، ده شكلها. واول حاجة هاخد الباليت بتاعت شي جلام دي كلها كانت مات اهي، بس درجات البنيات بتاعتها خطيرة. الباليت دي كحاجة يومي ممتازة، فهاخد منها كده لون انتقالي، هاخد اللون ده كده هنا، نطبطب كده اللون عشان الجفن عندنا مش متثبت. هنطبطب اللون كده الاول، وبعد كده ندمجه. بعد كده هغير بقى الباليت لان انا عايزه الوان تكون على فوشيا وكده، وهاخد الباليت دي من فوريفر 52 اللي هي اسمها بيري بريز. اوكي بصوا ده كده شكل الدرجات بتاعتها، وبنفس الفرشه. وهاخد بقى الدرجه دي وهبتدي احطها تحت اللون اللي انا لسه حطاه، اللون الانتقالي كده. هصغر بقى الفرشه شويه، هي دي دمج بس مبططه كده من هنا. وهاخد الدرجه دي وهبتدي احطها تحت بقى اللون البينك اللي انا حطاه. هشيل بس اي لون موجود على الفرشه اللي انا كنت بستخدمها مع اللونين الاولانيين، وهبتدي ادمج بيها كده من غير ما احط بقى عليها الوان خالص. هدمج بقى كل الالوان كده مع بعض. الكواليتي بتاع الفرش دي على فكره احلى كمان من الفرش بتاعه منج. فين فرش منج؟ اللي هي الفرش بتاعت منج دي اللي انا بستخدمها، دي برضو من على شي ان، دي من غير اسم بس حقيقي والله احلى من فرش منج، خطيرة. ندمج بقى كده كويس. هاخد بعد كده فرشة الكونسيلر وهبتدي هعمل كات كريس، بس هاخده على فوق، يعني هسحب الكات كريس كده على فوق، مش هنزل بيه على تحت. هنشوف دلوقتي مع بعض. ونشيل بقى اي زيادات موجودة. بعد كده هاخد بقى الفرشة المبططة دي والدرجة اللي هي على سيمون خالص دي، وهبتدي اطبطبها كده على الجزء المتحرك. وفي نفس الطقم فيه فرشة حواجب صغيرة خالص كده وهستخدمها، وهاخد معاها بصوا دي درجة موف على بني، مش عارفة بقى هي باينة اهي. هاخد الدرجة دي كده وهبتدي امشي على خط الكونسيلر اللي عندي. بصوا كده، بصوا انا عايزة فرشة ارفع، فهاخد الفرشة بتاعت الحواجب
بعد كده اللون البينك الشمر اللي موجود هنا هبتدي بقى اطبطبه على نص الجفن كده بتاع العين المتحرك عندي. هاخد بعد كده الجلو اللي هو بتاع NYX بتاع اللوز جليتر، وهبتدي بقى اطبطب كده على الجزء اللي فيه اللون الشمر ده بالجلو، عشان هبتدي بقى احط عليه لوز جليتر دلوقتي. وهاخد اللوز جليتر ده بتاع ندى سالم او سان جلو اللي درجته GA2، هي درجته على بينك كده في سيلفر. خلاص هاخد كده حبة ونطبطبه على نص العين. بعد كده هاخد كحل اسود، هاخد الكحل ده من روز بيري وهبتدي احطه في 3/4 العين كده، هسيب اخر ربع هحط فيه جل ابيض، وهنزل سيكة كده من الكحل عند خط الرموش. وبعد كده هاخد الجيل لاينر الابيض ده بتاع شي جلام وهحطه في التلت الاخير من العين او الحتة الصغننة اللي فاضلة دي كده. تمام. بعد كده بفرشة الحواجب، وهاخد الدرجة اللي انا استخدمتها حددت بيها الكات كريس عندي، وبرضو هبتدي امشي بقى على خط الرموش كده عند الجزء اللي انا حاطه فيه جيل لاينر ابيض واحدده من تحت. هنيجي دلوقتي لتنظيف البشره، هستخدم الكومباكت باودر اللي موجوده هنا في ال جيرل دي واشوفها لو حلوه اوكي هنكمل بيها، مش حلوه مش هنكمل بيها. انا كده كده كنت جايبه الكومباكت باودر دي بتاع التوب فيس، فخلينا بقى ايه هاخدها بفرشه كده برضو من نفس الطقم. بصوا خطيره ازاي الكواليتي بتاعت الفرش، تحفه 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 من هنا لكتير قوي. انتوا شايفين فرق بيحصل ولا ايه؟ انا شايفه في فرق بسيط. خلينا نجربها برضو الناحيه التانية بالسبونج، بس والله بالفرشه حلو يعني. بصوا هنا الموضوع نور سيكه. هاخدها كده بالباف، لا بالباف الموضوع اقوى. خلينا بقى نكمل. هنيجي بقى دلوقتي لللوز جليتر بتاع سان جلو او ندى سالم، الدرجه دي اللي هي اسمها بينك. بصوا هو كده شكله بيجي في برطمان. نحط كده، يا لهوي لا لازم نشيل كتير. خطير. بصوا، وممكن لو ما عندكيش بقى مسام امشي على الخد، لكن انا طبعا عندي مسام في خدودي فهحطه بس ايه. بصوا الخد اللي بيلمع، الخد اللي مش بيلمع. وهاخد بقى كده منها حبة واحط في مدمع العين. هاخد بعد كده البلاينر ده بتاع MN درجة 11، لان درجة الليب جلوس اللي معايا من سان جلو فاتحة قوي عليا، فهحدد الاول بالبلاينر غامق او ممكن نحط كونتور غامق عادي يعني. وهنيجي للليب جلوس ده بتاع ندى سالم، ده كده بيكون شكله. الدرجة اللي معايا دي تقريبا كان درجة 7 LB7 اهي. وده كده بيكون شكل الليب جلوس. ده كده شكل الدرجة، بس انا عشان مغمقة تحتيها، لكن لما جربتها لوحدها كانت الدرجة على بينك فاتح قوي، فالدرجة دي ما كانتش مناسبة للون بشرتي انا. لكن انت لو بنوتة بيضة هتبقى لذيذة قوي معاكي، مش هتحتاجي ان انت تغمقي تحتيها. بس ده كده بعد لما حطيت لها درجة البلاينر كده احنا خلصنا. تعالوا بقى اعمل لكم الريفيو بتاعه المنتجات اللي احنا جربناها النهارده من ندى سالم. بس قبل اي حاجة اكتبوا لي رأيكم في اللوك. تمام.
انا اللوك عاجبني قوي، فاكتبوا لي رايكم برضو. اول حاجه هنتكلم عن الواكس بتاع الحواجب. هو ده كده شكله، زي ما قلت لكم ان ده الحجم الصغير بتاعه، وفي منه حجم اكبر من ده. في الفتره اللي احنا فيها دي وانا جربته في اواخر الشتاء، وجربته معاكم دلوقتي. احنا دلوقتي بقالنا ساعتين بالظبط بصور، الحواجب زي ما هي ما اتحركتش من مكانها. ولما جربته قبل كده خرجت بيه وكان ممتاز، الحواجب ما اتحركتش نهائي من مكانها، عجبني جدا جدا جدا. بس عتابي عليه ان هو صغنون زياده عن اللزوم، يعني صغنون قوي، يعني لو يكبروه بس حتى الفرشه اللي جايه معاه تخش فيه يا ندى الفرشه تخش فيه يا ندى. بس هو كواكس حواجب خطير بصراحه، عجبني قوي 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 قوي. نيجي بقى لللوز هايلايتر وجماله وحلاوته وشقاوته وطعمته. احنا حطينا في مجمع العين وحطينا اللوز هايلايتر من سان جلو الدرجة البينك دي، انا لقيت عليها كلام كتير قوي بصراحة. عظيم عظيم، درجته عظيمة، وكمان عندها منه درجات تانية، فبالنسبة لي خطير وناعم جدا جدا. مفهوش جليتر، مفهوش اي جليتر، انا مش شايفة جليترات في الموضوع، شايفاه ناعم قوي ومدي لمعه حلوه. وزي ما قلت لك انت لو ما عندكيش مسام تقدري تستخدميه كبلاشر، اوكي. بس انا ده عجبني قوي قوي، خطير جدا. والليب كلوز زي ما انتم شايفين عظمته وحلاوته، البيجمنت بتاعه خطير. خليني اعمل لكم ليه سواتش. بصوا البيجمنت بتاعته تحفه. فالليب جلوس عجبني جدا جدا. وثبات الليب جلوس على فكره حلو، مش هو مش ثابت ما بيتمسحش، لا، بس هو بيفضل معاكي حبه حلوين. في ليب جلوسات كده بنحطها بعد شويه بتلاقوها دابت او لوحدها خلاص ابتدى لونها يختفي او ابتدت تسيح على الشفايف، لا ده بيبقى ماسك نفسه كده واخد وضعه. فبالنسبه لي الليب جلوس ده برده كان خطير وحلو جدا. فانا بالنسبه لي كل منتجات ندى سالم اللي جربتها لغايه اللحظه دي بصراحه حلوه قوي وعجبتني قوي قوي قوي. بس كده فيديو النهارده يكون خلص، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا اي حاجه حتى لو كانت بسيطه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تظبطوني بلايك، تشتركوا كمان في القناه ولسه ما اشتركتوش. اشوفكم فيديو جديد، باي.